في عمارة قديمة في بحري بالإسكندرية، كانت اسمها هبة ساكنة مع بنتها الصغيرة. فوقهم مباشرة شقة مقفولة، صاحبها مسافر ومحدش بيسكنها. في أول أسبوع كل حاجة عادية. بعدها كل ليلة الساعة 2:15 بالظبط صوت طفل يجري خطوات صغيرة وسريعة من فوق، من أول الصالة لآخر الأوضة. هبة افتكرت حد رجع سكن، طلعت تخبط، محدش فتح. تاني يوم سألت البواب، قال لها الشقة دي مفتاحها معايا ومحدش دخلها. ضحكت وما صدقتش. الليلة اللي بعدها الصوت رجع، بس المرة دي معاه صوت كورة بتتنطط. البنت الصغيرة صحيت وقالت ماما، الولد اللي فوق بيجري ليه لوحده؟ هبة اتجمدت لأنها عمرها ما قالت لبنتها على الصوت. طلعت تاني تخبط، الصوت واقف. حطت ودنها على الباب وسمعت طفل بيضحك من جوه. جريت نازلة. تالت يوم سجلت بالموبايل الساعة 2:15. الصوت واضح، جري ثم صوت حد بيزحف. بعدها تسجيلها جار صوت طفل بيقول ماما افتحي. هي ما كانش معاها حد، الصوت كان جاي من فوق. الصبح طلعت للبواب بالعافية، طلع معاها بالمفتاح. فتحوا الشقة، ريحة تراب وقفلة قديمة، كل حاجة متغطية بملايات. لكن الغريب في نص الصالة كورة صغيرة حمرة جديدة مش عليها تراب. هبة قالت دي مش موجودة في الفيديو القديم للشقة. البواب وشه اتحول، قال لها شيلها من هنا. وقبل ما يمسكها الكرة اتحركت لوحدها قدامهم، لفت لحد باب أوضة الأطفال المقفولة، وقفت. هبة سمعت من جوه نفس الصوت، ماما افتحي. البواب جري قفل الشقة، ومن يومها رفض يطلع الدور ده. لكن هبة كانت خلاص عرفت الصوت مش من فوق، الصوت كان بيتنقل. بعدها بكام يوم بنتها كانت بترسم، رسمت ولد صغير واقف في سقف الأوضة. ولما سألتها مين ده، قالت هو اللي بينام فوقنا وبالليل بينزل يلعب عندنا. في نفس الليلة هبة صحت على صوت كورة بتتنطط، المرة دي من جوه شقتها. ومن وقتها سابت العمارة وحكت اللي حصل لجارتها اللي في الدور الأول، والتسجيل لسه عندها. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم من قلبك، ولو سمعت طفل بيجري في شقة مقفولة فوقك كل ليلة هتطلع تفتح.